السلام عليكم، أنا دينا. عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم في موضوع مهم يخص كل مامي مع ابنها في فيتروب في الفيتامين د، وهجاوبك على أسئلة كتير تخص الدواء ده. يا رب تكوني شفت الفيديو واستفدتي منه أو هتستفادي منه، وياريت تعملي لي سبسكرايب وكمان تفعلي سر الجرس عشان أي معلومة هنزلها توصلك، وياريت تعملي لي لايك. طيب زي ما قلت لكم كده هتكلم عن الفيتامين د وهو الفي دروب. الفي دروب بيواجه كل ام اول ما بتولد ان هو لازم تديه للبيبي. بتواجهها اسئله: احتفظ بيه قد ايه؟ يعني صلاحيته قد ايه؟ الجرعه بتاعته قد ايه؟ اشيله في التلاجة ولا بره التلاجة؟ طب انا محتاجه اخد فيتامين د وانا برضع ولا لا؟ فكل دي اسئله بتواجه المامي وانا هرد عليكي، وان شاء الله تستفادي ويكون فيديو خفيف. اول حاجة وهي الصلاحية من شهر ل3 شهور، بمعنى اني انا اول ما افتح العبوة هي صلاحيتها شهر، ممكن اكتر لو انا بحافظ على ان القطارة متلمسش فم البيبي، ولو انا بحتفظ دايما بالدواء في درجة حرارة كويسة، مش بسيبه بره لو احنا الجو حر. طب لو انا يعني القطارة لمست فم البيبي هعمل ايه؟ شهر وبعد كده ارميه ولا هعمل ايه؟ لا، الصح ان اول ما القطارة تلمس فم البيبي اغسله كويس، اغسل القطارة واسيبها تنشف كويس واحطها في الدواء. طيب، يبقى احنا قلنا الصلاحية من شهر ل3 شهور، وبراجع كويس اني ما يكونش القطارة بتلمس فم البيبي وبرجع احطها في الدواء على طول. طيب تاني حاجة هتكلم عن الجرعة. الجرعة قلنا من 4 نقط ل6 نقط، بتختلف على حسب العمر. لو البيبي من يوم لسنة هديله 4 نقط، لو البيبي من سنة لسنتين هديله 6 نقط. في بيبيهات أو أطفال بتاخد من بعد السنتين بتاخد في دروب، لو هو مش بيتعرض للحرارة بشكل كويس، سوري، بيتعرض للشمس بشكل كويس، يعني مثلا لسه منزلش الحضانة فمش بينزل كل يوم، بيتعرض للشمس، أو الدكتور نصح إن احنا نكمل في الفي دروب، ده بيكمل في دروب عادي. طيب انا هدي مثلا الاربع نقط او ال6 نقط، بس البيبي بياخدهم بالعافيه، مش بعرف افتح بقه، بيتفهم عقبال ما بحط نقطه نقطه، مش بياخدها. اعمل ايه؟ القطره عندي بتكون مترقمه بربع ملي، نص ملي، لغايه 1 ملي. الربع ملي اللي هي اول علامه تحت، الربع ملي دي بتساوي 5 نقط، فانا ادي ربع ملي يوميا وليا 5 نقط في دروب. طيب، انا البيبي خد الفيدروب وعرفت ان انا خلاص الصلاحية بتاعتي من شهر ل3 شهور، وعرفت الجرعة. لو احنا في فصل الصيف لازم اشيل الفيدروب في التلاجة، لكن لو احنا في فصل الشتاء هسيب الفيدروب برا عادي. طيب هتكلم عن حاجة تاني، وهي ان الام وهي بترضع تهتم جدا بان هي تاخد في دروب فيتامين د او اوسوفورتين، يعني اي نوع فيتامين د، وتاخد كالسيوم. او لو هي عملت تحليل ولقيت ان الفيتامين د كويس في جسمها خلاص. طب انا مش هعمل تحاليل غالي عليا شوية، وفي نفس الوقت حاسة ان انا مش بتعرض للشمس بطريقة كويسة، يعني انا محجبة فالشمس مش بتأثر بيها قوي. خدي في دروب قطرة واحدة يوميا لغاية لما تقدري تعملي التحليل. فيتامين د يا جماعة مهم جدا جدا لصحة أطفالنا أول ما بيتولدوا، لأن هما بيبقوا محتاجين جدا الفيتامين د في تكوين عظمهم، النمو العضلي والنمو الأسنان. فدي بتقوم على إن هو يبقى الفي دروب كويس والكالسيوم كويس في جسمهم. فياريت نهتم بالحاجتين دول، وكمان الأم المرضعة تهتم بالفيتامين د والكالسيوم، وكمان الأم تهتم بالمكملات الغذائية وكمان الغذاء. يعني في أنواع من الخضار والفاكهة فيها فيتامين د، تقدر الأم إن هي تاخدها عشان تكمل الفيتامين د في جسمها. وأشعة الشمس كمان، يعني من أول ما يتم بيبي 4 شهور نبدأ إن احنا نعرضه للشمس. بس يكون لابس مثلا قط، لو احنا في فصل الصيف يكون لابس قط مثلا وشورت صغير عشان رجله وإيده تتعرض للشمس بشكل كويس. نص ساعة يعني مرتين في الأسبوع هيبقى حلو قوي. هنبدأ ان احنا جسمنا يستمد فيتامين د، وهيبدأ البيبي ينمو كويس، التسنين ما يطولش معاه زي ما بيطول معانا كده، ونشد في شعرنا من الزن والأريافة. فإن شاء الله كل مامي تكون استفادت، ولو في أي سؤال ياريت تكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم على طول. وياريت تكبرولي قناتي بان انتوا تعملولي اشتراك وتعملولي لايك.